عليكم خال ابو زينب، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. طبعا باعتبارك القائم والمتولي، الله يحفظك، باعتبارك القائم والمتولي على المقام سيد نور جدنا بن سيد اسماعيل بن سيد محمد المبرقع، فاريدك تتحدث لنا عن كرامات هذا المكان وتاريخ هذا المقام العريق. تفضل. سيد نور بن سيد اسماعيل بن سيد محمد المبرقع، سيد نور له كرامات وجاه قديم بحياته ومماته. كان من أشرف السادة، من أجلاء السادة في ذاك الزمن، وله شارات كثيرة فيما بينهم السادة كان حياته. فبعدين من توفى أخذ رب العالمين لأجل ماله، زادت له بشاراته وكراماته للناس. الحمد لله. زين، عفوا تقدر تتحدث لنا عن بعض الكرامات اللي انت كنت واعي لهن اثناء فتره صغرك او حاليا بعمرك هذا؟ نعم. حتى يصير مثل ما يقولون معرفه للناس اكثر. هو سيد نور غني عن التعريف، بس كمعرفه اكثر. تفضل. سيد نور له شارات كثيره هواي، هو متوفى في 1750 تقريبا، فبالذات لحد الان يعني شارات ما تعد ولا تحصى، اذا نريد نحسبها هواي. بس من عندنا اللي هو سيد نور اللي قرب زوير على وذرة لحم، يسمونه هناك جماعه جو هناك حلفوا قاسموا ذبيحه، نعم، ووزعوا اللحم بيناتهم، فواحد عندهم تجاوز على الثاني هذا من عنده لحم، نعم، فقرموا بحلف سيد نور وقرموا. سبحان الله. هو يعني شارات، شاف ناس من المرض، اعطى الناس مراتهم اللي يتزوج، اللي يريد له حاجه، اللي قلبه حاجه يقضيها له. يعني والله يعني سيد نور ما تجي الناس انتشارات وكرامات كلش كثير. الحمد لله. يعني صغار المستعمر كان نقر عليهم السيد هذا ولدنا هسه كان قبل شويه. اي نعم. طابوا شفتوا مستعمرنا، طابوا شفتوا على محمد وآل بس يجي محمد. سيد نور يقرا عليه بالقرآن. يعني العفو جو من سامراء. من سامراء جو. الحمد لله. عندنا هسه جماعه الاخوتين المهجرين هم يجون هنا يدعون خطيه هاي، الله سبحانه وتعالى يعطيهم مراتهم. الحمد لله. اي والله. الحمد لله. الله يعني قلت لك ناس هواي. عندنا مثلا قبل الضابط تجاوز على سيد نور من ابناء العامه وشور به سيد نور. اما واحد باق تجاوز فراش سيد نور وهم تجاور به وجاب. اي طبعا بالمناسبه مقام سيد نور من المقامات الثابته بزمن النظام البائد باعتباره صاحب شارع. ذاك النظام العثماني وصدام لانه احسنت. على الاتراك يعني كلش يعني قريبا صار 300 سنه. احسنت. المرقد هذا موجود. نعم. مو اليوم وامس، شلون نبغي الزمن يتطور يعني. نعم. فسيد نور قلت لك يعني هواي شغل ما يعني ما اقدر ما تعد ولا تحصى. يعني عندنا احنا سنه في يوم بنيه مسوينا عمليه، الله شاف هسه موجوده البنيه حيه تنزل. اي نعم. والموجودين الناس اللي شافوها بعلامات يعني شافوها من عضال على القلب، شافوها من عندهم. صلى الله على محمد وآله. زين، سؤال حجينا ابو زينب، بالنسبه للوافدين السيد نور، يعني اكثر الايام اللي يزيد عدد الزائرين والوافدين بالسنه، يعني من ضمنها يعني المناسبات. نعم، سيد نور له زيارات بالمناسبات كافيه. نعم. يعني ايام الاربعينيه مال الامام الحسين، زيارات عيد نيروز، زيارات الاعياد، كافه تجي الناس واقفه على سيد نور. اضافه الى الجمعه والخميس تجي على ناس هو احتياج لزياره المركز. الايام العطل، ايام المناسبات يعتبر سيد نور منطقه مفتوحه خارج المحافظه، تنفس يعني شويه هواء نقي، لا محصوره لا مضغوطه، تطلع الناس تشتم هواء شويه، تنفس، تزور، تطلب المراد من السيد. اسال الله يوفقك يا ابو زينب وبارك الله بك. اشكرك ان شاء الله سيد. وشكرا جزيلا على هذه المعلومات. الله يسلمك ويحفظ مقامكم ان شاء الله وجاه عندكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. سيد كلنا احنا وانتم. والنعم منك، مشكور.